مرحبا بكم في فوت نيوز. اليوم باش نبداو حديثنا بصفقة محمد دراجر اللي خلافا لما راج على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، فإنه صفقة محمد دراجر ماشية 5/5، واللاعب أنهى إجازته اليوم وتحول من الإمارات إلى ألمانيا باش يتمم إجراءات فسخ العقد مع فريقه الألماني، ويكون متواجد يوم الاثنين في تونس لإتمام العقد ومباشرة التمارين مع النادي الإفريقي. نقعد مع الانتدابات بخصوص العرض اللي تقدم به الاتحاد الليبي لضم اللاعب علي يوسف وفهد المسماري. إدارة النادي الإفريقي اشترطت مبلغ 1 مليون دولار للتفريط في اللاعبين. بالنسبة إلى فهد المسماري الأمور محسومة، واللاعب يحب يمشي ويربح أوقات لعب، خاصة أنه ما نجمش يتأقلم مع أجواء النادي الإفريقي وما وراش مردود محترم. أما بالنسبة لعلي يوسف فإنه الأمور معقدة أكثر، خاصة وأنه اللاعب متشبث باش يكمل عقده ويشوف تجربة أوروبية، ومش متحمس أنه يعمل خطوة إلى الخلف في اتجاه البطولة الليبية، وبالتالي الأقرب أنه يخرج في الصيف ليبر. بخصوص ملف لؤي التراي، فإنه دخول الترجي الرياضي التونسي في الصفقة يبدو أنه عقد الأمور، خاصة وأن الترجي يرغب في شراء كامل عقد اللاعب اللي يسوى 360 ألف دولار، وبالتالي فحظوظ النادي الإفريقي في التمتع بخدمات لؤي التراي أصبحت معدومة تماما، خاصة بعد دخول الترجي بكامل ثقله المادي. نختم بملف ديربي الهوند فيما يخص إثارة النادي الإفريقي في كرة اليد. يبدو أن الأمور ماشية نحو التصعيد، حيث هددت إدارة الترجي الرياضي التونسي بالانسحاب من البطولة، وبالتالي ملف للمتابعة. وهكا كملنا فوت نيوز بالنسبة لليوم، وملتقانا في موعد جديد. ما تنسيوش تشتركوا في القناة باش تتابعوا أخبار الأندية التونسية وأخبار كرة القدم العالمية.